ازيكم عاملين ايه؟ كله كويس، كله جميل، كله حلو. اهلا بيكم في نادي الكادرات واول حلقة رسمية من برنامج معمل تحليل مع بكر ومصطفى الدالي. النهاردة هنتكلم عن ماتش مهم جدا، وتعودوا معانا في البرنامج ده ان احنا في معمل تحليل هنحلل او هنتكلم عن الماتشات المهمة قبل ما تتلعب، سواء كانت في الدوري المصري او في اي دوري عالمي تاني، دوري ابطال اوروبا، الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، وان شاء الله نقدر نكمل على النهج ده. والاول لازم نشكركم ان احنا وصلنا ل 4000 مشترك. ألف شكر يا جماعة. هنتكلم النهاردة على ماتش مهم ويمكن هو من أهم الماتشات في الدوري السنة دي، ماتش الأهلي وبيراميدز. تعالوا دلوقتي نبتدي بشوية نقط ممكن نقولها كنقط قوة أو طريقة لعب بيلعبها بيراميدز الموسم ده ما كانتش موجودة الموسم اللي فات. أنا حاسس إن طريقة اللعب دي اختلفت لما جابوا الصفقة البرازيلية الجديدة اللي هو إيفرتون دي سيلفا. تمام، هم عايزين يلعبوا له أكتر، وده موجود في الأهلي وموجود في الزمالك. يعني الزمالك ملوش علاقة بالموضوع، بس الأهلي مثلا عنده زيزو فكلنا هنباصي لزيزو، أو هتلاقي زيزو في كل لعبة. بيراميدز إيفرتون دي سيلفا هتلاقيه راشق في كل لعبة. الزمالك من ساعه ما اخوان الفينا ابتدى وبتاع، الناس كلها عايزه تبصيله، بس لعيبه الزمالك ما بتبصيلوش. فهي الفكره في ايه؟ ان هو يعني تعالوا نشوف الصفقه الجديده دي هتعمل ايه. ايوه خلاص. طيب لو هنيجي عند بعض الالعاب اللي ليها علاقه بإيفرتون دي سيلفا وليها علاقه بان بيراميدز تحس ان اللعيبه عايزه تستعرض بالكوره، مش عايزه تجيب اجوان. ايوه يعني عايزه تجيب جون شكله حلو قوي. فاهم. تمام. تعالوا مثلا نشوف في الكوره دي في ماتش بيراميدز ومودرن. الكوره دي هنا بصوا مين اللي لعب الكوره ده محمد حمدي. تمام، باك شمال نادي بيراميدز بيدي الكوره لفيستون مايلي. تمام، بصوا فيستون مايلي عمل ايه. بص الكوره لمين؟ لوليد الكارتي. ده وليد الكارتي. اوكي انا فاكر لوليد الكارتي اللي جاي من ورا، يبقى عنده فرصه ان هو يديله الكوره ويشوطها في البعيده او في القريبه على طول، او يقطم لجوه ويشوطها على طول على ابو جبل ويجيب جون. لكن هو قرر ان هو يبصيها لورا لوليد الكارتي اللي ضيعها. انا مخنوق. انا ليه حاسس ان دوري في الملعب مش باين. انا عايز استح شويه، مع انه هو عمل من احسن لعيبه بيراميدز الموسم ده اصلا. او عامه هو الشيبي عامه من خلاص. اهم كرة زي دي انا بص ما بيني وما بينه حوالي متر. هو انا ليه اجهز الكوع كده؟ هو واخد انا ليه اخلي واخد وضعيه ان انا هديك في وشك. هو واخد اكشن اللعيبه المؤذيه اللي هي زي كاسيميرو، زي عارف انت اللعيبه جاتوزو، اللعيبه اللي هي مؤذيه. هو مؤذي. ماتيرازي اللعيبه دي ليه؟ لو هو عايز ابقى مؤذي وخلاص. يعني هل مثلا محمد مسعد ما اعرفش ده محمد مسعد ولا، بس تقريبا هو استفزك طول الماتش. ماشي، انت المفروض لاعب دولي واخد دوري ابطال افريقيا يعني وبتاع. تمام، وبعدين واقع تحسين الشحات يعني وما ادراك اللي حصل فيها. فالموضوع ان انت تكون عندك خبره من انت تكون اهدى من كده. ماشي صح. ايه ده؟ انت واخد القرار من بدري قوي، واخد اكشن واخد الاكشن بتاع هتضربه. تمام، والحكم استغربته ان هو اداله انذار. بص المنظر صعبه. اداله انذار طرد مباشر. اداله انذار مش طرد مباشر. تمام، خد بقى تقيله بقى. بص بعديها نفس الكرة ونفس اللاعب، نفس اللعب ونفس الايد. تمام، ونفس الكوع وفي الصدر. طب ايه؟ ودي طرد برضه. انا عايز اطرد، ودي طرد مباشر برضه. اداله انذار. تحس ان هو انا مش عايز العب ماتش الاهلي. انا حسيتها بكده والله. انا حسيتها بكده، انا مش عايز العب ماتش الاهلي. اللاعب ده قال لمحمد مسعد، مش فاكر اسمه ايه، قال له العبها لي هنا. هو لعبها له هنا. واللاعب ده رفع الكره العرضيه، ولاعيبه بيراميدز لسه زي ما هي بتتجه الاتجاه ده. بتتجه الاتجاه ده وسايبه الحته دي فاضيه. بص الشيبي واقف فين اصلا.
ايوه ما تمام. خلاص ده حوالي 6 أو الكرة 7 العرضية لعيبه. اتلعبت ايه؟ الكرة العرضية اتلعبت ايه؟ اهو اللي جاي لك من ناحية الشمال ايوه براسه وجابها جون ما بين ايدين الشناوي. ما بين ايدين الشناوي بيدخل فيه جون برضو، وده غريبة. طبعا من اكبر السلبيات اللي الاهلي يقدر يعمل ينتهزها يجيب في بيها ماتش. جوان قد كده. خلاص تمام. طيب خلاص. فبيراميدز اللي انا اقدر اقوله من خلال اللي انا شفته ان هم في تعالي على الكوره بشكل كبير، في عدم احترام للخصم، في اعتراضات كتير وسببها المدرب بيقعد يتنطط هو كتير. شخصيه المدرب بتاعهم كده من زمان، من اول وهو ما جه. بيقعد يقول انا بعمل كده علشان انا ما عنديش ظهير جماهيري، فانا بضطر اخد من طاقتي ان انا اقعد اتعصب بره واقعد اشجع اللعيبه وبتاع. انت لا، ما بتشجعش اللعيبه خالص بالطريقه دي. انت بتعمل كل انت عندك طاقه خلال 90 دقيقه ان انت تقعد تتنطط بره. تمام. وتعمل الحاجات دي واللعيبه بتاخد منك. اتكلم بس شويه معاكم في كام حاجه. الاهلي احنا اول لما المدرب ده جه، هو انت جايب سي في زي ما بيقولوا كده ايه، يا صابت يا خابت. ده ما ينفعش، ده ما يبقاش مدرب الاهلي انت جايب سكواد. هو يمكن السكواد من ايام جيل ابو تريكه انت ما جبتش سكواد يبقى كامل متكامل. ده لا نختلف معاك في دي جدا. من ناحيه ايام جيل ابو تريكه وبركات والناس دي، انت كنت بتجمع احسن لعيبه في الدوري وفي الاسماعيلي. تمام. ما كانش برضو اللعيبه دي عندها الخبرات دي. ايوه فاهمني؟ بمعنى ما كانوش نجوم يا فاهمك. يعني ابو تريكه ما كانش جاي نجم. ما كانش صح. ابو تريكه تنجم في الاهلي. انا عارف. بركات كان جاي نجم من الاسماعيلي. ماشي معاك. ماشي. عماد النحاس ما كانش جاي نجم من الاسماعيلي قوي ان هو جاي من الاسماعيلي. ما كانش حد فاهم. يعني الناس دي اتنجمت في الاهلي. يعني وجهه نظري فهمتها. لكن انت جايب المره دي، انت جايب زيزو نجم من الزمالك، جايب بن شرقي نجم من الوداد والزمالك. تمام. بن رمضان تريزيجيه كان نجم عندك وجاي نجم من اوروبا. برمضان جاي نجم من الترجي. فاهمني؟ فانت عندك ليله كده اللي هو الفكره ان انت عملت كل حاجه. انت جايب سكواد مرعب، وسكواد زي ما مصطفى قال هم كلهم جايين نجوم كبار. ده امر واقعي. انت عندك دلوقتي الاهلي عنده اعلى قيمه تسويقيه داخل قاره افريقيا حاليا. يعني كقيمه تسويقيه للعيبه، انت عندك لعيبه عالميه، جايب لعيبه هي اهم لعيبه كانت في انديتها، ولعيبه يعتبر معظمهم كباتن في فرقهم. بالظبط. يعني زيزو كان كباتن الزمالك، بن رمضان كان كابتن الترجي، تريزيجيه كابتن الاهلي. فانت جايب فريق هو مرعب، سكواد مرعب. دي حاجه. احنا قلنا الكلام ده. انت عندك اوضه اللبس في الاهلي هي فيها نجوم على اعلى مستوى. لازم كان يبقى ده في وجود مدير كوره يبقى شخصيه قويه. انت كان عندك واحد من الاثنين، يا كابتن سيد عبد الحفيظ يرجع تاني لان هو ده الوحيد اللي يعتبر افضل مدير كوره كان المتواجد الفتره الاخيره، او اللي كان ماشي على نفس النهج حلو قوي محمد رمضان. حصل اللي حصل ومش عارفين ايه الموضوع، ما كملش. محمد رمضان اوضه اللبس بتاعت الاهلي هي اللي كسب. يعني لما محمد رمضان حب يفرض شروطه على اوضه اللبس اللي كسبته. ايوه فاكر يعني لما عاقب كهربا تمام شالوا العقوبه. خلاص. لما ادى زعق شويه، مش فاكر كان مين تاني، كان في حد تاني، امام عاشور. تمام. راحوا اللعيبه راحت اشتكت لكابتن محمود الخطيب وقالوا ان معامله كابتن محمد رمضان وبتاع في اوضه اللبس اللي كسبته، وهو بعديها اقيل. تمام. وما كانتش اوضه اللبس اقوى من دلوقتي كمان. طبعا. فاهمني؟ فاعتقد واضح. يعني خلي بالك الاهلي كسب السنه اللي فاتت ايه؟ خد الدوري وكاس السوبر المصري. تمام. فاهمك. دوري وكاس السوبر المصري. فاللي هو انت واخد كاس السوبر المصري بالعافيه، واخد الدوري بالعافيه. طبعا. تمام.
فانت دلوقتي ممكن غصب عنك، وكل ده كانت اوضه اللبس اخف من دلوقتي. ايوه طبعا. وكان معاك محمد رمضان، دلوقتي انت معاك اوضه اللبس اتقل. ومن كابتن غير محمد يوسف مش بنفس قوه ولا سيد عبد الحفيظ ولا محمد رمضان ولا محمد شوقي. وكابتن محمد شوقي كان حلو قوي، كان ظابط الفتره الاخيره. وكابتن شوقي كان ماشي على النهج بس ده. محمد شوقي كان مدرب مساعد يا ابني، ما كانش لا كان مدرب مساعد بعد ما مشي سامي قمصان على طول. هو كان نائب كابتن محمد رمضان، كان مكمل معاه، فهو اللي كان بيقوم باعمال المدير مدير الكوره، لان كابتن محمد رمضان كان مدير الرياضي. بس فكابتن محمد شوقي انت مشيته اوكي. لازم اهم حاجه الفتره اللي جايه دي انا شايفها، وده دايما بقعد اقوله، لازم كابتن سيد عبد الحفيظ يرجع. معجزه، او انت جاي تبني فريق او تبني تاريخ للنادي لا، انت جاي النادي. هو اي مدرب انت جاي النادي اهلي او زمالك، انت جاي النادي عنده تاريخ وعنده قاعده جماهيريه الاقوى والاكبر يعتبر كمان في العالم. ما تزيدش ايه ما تزيدش الاكبر والاكبر في العالم، يعني ريال مدريد ده يروح لا من الاكبر. انا مش بقول لك الاقوى، انا بقول لك من الاكبر. ايش من الاكبر؟ ما اهلي والزمالك من الاكبر على مستوى العالم. ماشي يعني من الاكبر. أيوة. ما قلتش حاجه من الاكبر اكيد. بقول لك من الاكبر. هو قال من الاكبر بس ده الاكبر صح اهو. بقول لك القاعده الجماهيريه من الاكبر. انت قلت الاكبر والله. انت جاي النادي عنده تاريخ وعنده قاعده جماهيريه الاقوى والاكبر يعتبر كمان في العالم. ريبيرو ماسك فريق هو عنده قاعده جماهيريه وعنده كل حاجه. فانت ايه الصعب ان انت جاي تضيف ايه للنادي؟ احنا لغايه دلوقتي من اول، انا يمكن من الناس اللي اول لما اعلنوا على اسم المدرب، انت جايب مدرب ما عندوش سي في. اوكي، في مدربين بيبقى جايين ما عندهمش سي في، زي ما شفنا طبعا كولر، زي ما شفنا فايلر، زي ما شفنا يعني كتير. شوف موسيماني ما كانش برضه سي في، اللي هو ما عملش حاجه غير مع سان داونز او جنوب افريقيا. فاقصد ان انت في مدربين بيبقى جايين ما عندهمش سي في، بس عنده فكره، عنده يعني من اول ماتش او ماتشين تفهم الدنيا فيها ايه. الراجل ده انت جيت اول حاجه لعبت كاس العالم للانديه، انت شايف ان ده كان قرار صح؟ دمرت الدنيا. لا طبعا، وده يعني اكبر قرار غلط. شايف ان انت تجيب مدرب لا طبعا اول ما يمسك الاهلي يلعب كاس عالم انديه على طول، ولا كان يكمل بعماد النحاس، او انا كنت من الناس اللي قلت لا يكمل بكابتن عماد النحاس، وكان افضل طبعا يكمل بكولر. تمام، كان على الاقل لو كابتن عماد النحاس او كولر ما كانش حد فيهم هيخرج بالطريقه دي، ان انت تخرج من دور المجموعات. ان انت كجمهور الاهلي انت رايح عندك طموحات وامال. اول موسم الاهلي يبقى رايح كاس العالم عنده فرقه كامله. انت كل مره كنت بتروح عندك مشكله في الهجوم، عندك مشكله في الدفاع، عندك مشكله في الوينجات، عندك مشكله ايا كان. انت رايح الموسم ده معاك، يعني رايح كاس العالم معاك كل حاجه. دلوقتي الكوره عند زيزو، تمام؟ انت عندك زيزو يعني ابسط حاجه لو لف ورجع لعب الكوره لعمر كمال، اللي هو اقرب حد حوالين عمر كمال، هتلاقي بص كل لعيبه المحله فين؟ متمركزه في حتت بعيده، تمام؟ فعمر كمال هيبقى عنده فرصه ان هو يا يزيد هو لجوه ويدخل. عمر كمال عنده دقه في التسديد حلوه جدا، يقدر ان هو يدخل يشوط، او هيبقى معاه اوبشن تاني ان هو ايه، يلعب لجراديشار او لبن شرقي. دي اللي شاطها تريزيجيه وصدها عامر عامر. اوكي دي الكرة بتاعت تسديد التريزيجيه، انا عشان ما شفتهاش من الاول. هي كده الكرة زي دي. طب تريزيجيه بيشوط من هنا ليه؟ تسأل يعني انا بتكلم بجد، يعني حاجه مش منطقيه. انت عندك دلوقتي لا، هي شوطه كويسه على فكره، بس هو تحت ضغط. يعني هو معاه لاعب، هو معاه لاعب، انت مش لاعب تحت ضغط بالظبط. هو مش هيديك فرصه كامله ان انت تعرف تاخد راحتك في التسديد. عندك دلوقتي اوبشن زيزو فاتح خالص، زيزو جون بالظبط. بن شرقي، يعني الكوره يا تطلع كده يا تطلع يا تسند، يعني هتسند الكوره على الرايق لبن شرقي، يا اما بصنعه معلمه تحط الكره لزيزو. اللي حلو قوي كنت اتمنى في الموقف ده يبقى بدل تريزيجيه محمد علي بن رمضان كان هيديك اوبشن من 3، يا هيلعب لزيزو يا هيلعب لبن شرقي يا هيكلفت ال3 وهيروح يجيب جون.
يا هيشوطها دي ميزة- عادي على آه، الارض، هيشوطها عادي على الارض في البعيده انت وتمام. بص اتفرج على محمد علي بن شوط رمضان عادية. في الجون اللي جابه في بورتو. تريزيجيه مقتنع ان هو اللعيب اللي جاي من اوروبا، ساب اوروبا بعد بعد سنين طويله، بعد ما هرجع مش هرجع طب قدام طب فعنده بقى ايه توقع ان هو ايه، انا دلوقتي انا اللعيب اللي هرجع من اوروبا علشان اشيل انقذ الفرقه كلها. انقذ ما هو المركب اللي ده هي اوريدي اللي انا ماشيه. بقول لك عليه ده غلط. دلوقتي موجود في الاهلي. مم. الانسجام ما حصلش في اللعيبه بالظبط. لان تريزيجيه جاي بالعقليه اللي انت بتقولها دي، انا جاي من اوروبا انقذ الاهلي. زيزو انا جاي من الزمالك نجم كبير، هاجي هبقى عايز ابقى نجم اكبر فهعمل كل حاجه مع الاهلي. فاهمك. لسه امام عاشور. طبعا ده لسه امام عاشور ده ما احنا رجعش. لسه ما اتكلمناش في حاجه مهمه. هو ده هيرجعنا لنفس النقطه، هو المدرب. هو المدرب. ما انت عادي. هو بس هو ما هترجعنا لنفس النقطه، وهي المدرب. في بقى دي بوينت هنا، انت الدقيقه 52 والدنيا مضغوطه تمام، بن شرقي هيلعب الكوره بسرعه. انت دلوقتي المحله بيلعب جيم دفاعي بحت، فانت عايز تلعب على الكونتر انتاك سريع. الكوره دي بن شرقي حط الكوره وهيلعب بسرعه، فروحنا رجعنا للقطه اللي بعدها تظهر لك ايه، بص رياكشن بن شرقي وقف هدي ليه. في اللقطه اللي بعدها زيزو قال له استنى انا جاي لك. طب ما احنا عايزين نلعب برتم سريع، خليك المحله مش شرط إن بالذات انت ترفع مع المحله. هتقف بالظبط. وتتمركز اللعيبه. طب انت ماتش دلوقتي متخيل ان بيراميدز وهو خسران من مودر ولعب ماتش زياده عنك تمام، هينزل بنفس مستواه السيء ده ولا لا. هيعمل حساب أكيد لا. للاهلي؟ بيراميدز هينزل يلعب ماتش العمر، لان هو عارف ان هو بيلاعب بيراميدز برضه عارف ان هو المنافس بتاعه الدايم للدوري حاليا الاهلي، فبيراميدز هينزل يلعب اهم ماتش بالنسبه له قدام الاهلي، والاهلي هينزل برضه هيلعب على انه خلاص هو انا دلوقتي لغايه دلوقتي خسران ماتش كسبان ماتش ومتعادل ماتشين. فانت عندك كل حاجه بتقول ان انت لازم ما تفقدش، على الاقل ما تفقدش نقط الكام ماتش اللي جايين دول، اللي هم على الاقل اول 10 ماتشات. اوكي. ده اللي احنا كنا بنقول عليه، هيحطك في ضغط في الماتش اللي جايه. ماشي. انت الاهلي عندك الاسبوع الخامس بيراميدز، بعد كده هتكمل بقى لغايه اما توصل للماتش العاشر مع الزمالك. الماتش التاسع او الاسبوع التاسع. طيب هيبقى ماتش مهم. حاسس ان هتحصل اي مفاجاه في التشكيل بتاع الاهلي؟ ما اعتقدش. انا لغايه دلوقتي بص المدرب مديني انطباع ان هو يعني توقعك للتشكيل الاهلي ايه؟ هو هيبقى بشبه كده نفس الاكشن، هيبقى هو الشناوي برضو هيروح اعتقد برضو هو هيفضل مصمم ان كريم فؤاد هيلعب باك شمال، وهيلعب بعمر كمال باك يمين، وهيلعب ببيكام. ما هو محمد هاني هيكون رجع. اوكي صح، انا ناسي ان هاني توقف ماتش. هو هيبقى محمد هاني وكريم فؤاد باك شمال، هيلعب برضو بديانج في النص، هيلعب بزيزو. هيلعب مين في الدفاع؟ محمد علي بن رمضان، هيلعب احمد رمضان بيكام طبعا، واشرف داري. هو ما فيش خيار بالنسبه له، او هو شايف دول الافضل، مع انه غالبا هو اللي انا حاسه برضو ان هو مش عاجبه مصطفى العش. مصطفى العش انا شايف ان مصطفى العش هيبقى افيد من بيكام او داري، واحد من الاثنين يعني. مصطفى العش يلعب لسبب مصطفى العش عنده نفس الميزه اللي عند ياسين مرعي، الا وهي ان مصطفى العش بيلعب برجله الشمال، هو لعيب اشول. اللعيب الاشول لما بيلعب بس هو مش هتبقى مخاطره قوي ان هو يلعب مصطفى العش اول ماتش ليه قصاد بيراميدز يعني. مصطفى العش لعب الموسم اللي فات كتير. ايوه ماشي، بس انت اول 4 ماتشات ما لعبتوش. ما هو انت دلوقتي عندك لعيب لعب وانا ما اعرفش. ما انا عارف لعب ولا بس ايه لا ما لعبش ال4 ماتشات بتوع الدوري. ما لعبش 3 ماتشات اللي هم بتوع الدوري. بس في حاجه، هو العش لعب معاك الموسم اللي فات والعش لعيب ممتاز. انا بشوف مصطفى العش لعيب حلو جدا. هو بيبقى عنده غلطات كاي مدافع، بس العش عنده ميزه حلوه اللي هي لاقيينها في الاستاذ ياسين مرعي، الا وهي ان هو بيلعب برجله الشمال. اوكي. خط النص مين؟ خط الوسط هنروح لاليو ديانج
وهيبقى جنبه محمد علي بن رمضان طبعا. هو هيلعب بزيزو، هيلعب نفس التشكيل. لا زيزو تشكيله زيزو برضه آه. ما تعرفلوش اعتقد مركزه ايه. لا هو هيحطه في نص الملعب. ما هو مفترض. بيبان ان هو محطوط في نص الملعب، بس احنا بنشوفش هو بيديله زيزو حريه. بيديله نفس المهام اللي كان مثلا جوزيه بيحاول يديها البركات، اللي هو العيال ما تفهمش هو بيلعب. طب وانت شايف ان مين ده ما ينفعش يعني؟ زيزو انت شايف افيد. انت شايف ان زيزو هيعمل يعني أكيد بالمقارنه لا ببركات طبعاً. يعني هيبقى زي بركات؟ اكيد لا، انا ما بشوفش حد يعرف يعمل بركات. بالنسبه لي انت عارف يعني ان احسن لاعب لعب في تاريخ الاهلي كله بالنسبه لي بركات. محمد بركات بصراحة. حاجه حكايه. لان انا حاسس ان انا بحس ان تريزيجيه مثلا لما بيكون على اليمين وزيزو في خط الوسط، لما بيروح زيزو ناحيته تريزيجيه بيقف يشتغل. انت عارف الافضل من ده، وانا قلت ده بدل مره 100 مره، الافضل يلعب بن شرقي اللي تحت صانع الالعاب زي صانع لعب يعني. تمام. وزيزو يروح بس مكانه. بس بن شرقي بيحب يتطرف شمال. بس في حاجه، بن شرقي هيبقى عنده اديله ميزه ان هو يلعب الحته دي ويبقى بيمط مع المهاجم ان هو يلعب كمهاجم انا تاني. حافظ بن شرقي يعني في الزمالك، فدي من مميزات بن شرقي. ما كانش بيحب يلعب رقم 10 خالص. مش يلعب لك. انا مش قصدي ان هو يلعب برقم 10. هو هياخد مهام ان هو بيلعب في خط الوسط وبيطلع يعني بيدخل بيتشنج مع محمد شريف. تمام. وبيمطوا مع بعض، اللي هو بيدخل كمهاجم تاني. هو يحب يلعب يا وينج شمال يا راس حرب. ايوه ده بن شرقي. هو ده اللي انت هتقدر تعمله. وهتبقى ما هو انت هتبقى بتعمل مثلثات، فاهم؟ هيجي هو يبدل مع تريزيجيه وهيدخل في الوينج وهيقدر يلعب مع محمد شريف ان هو يزيد معاه كمهاجم. يعني هو هيلاعب، انت شايف ان هو هيلاعب محمد شريف اساسي؟ هو كده محمد شريف. انا شايف ان هو هيروح لمحمد شريف مش جراديشار. هو لاعب جراديشار في المحل. انا عارف ان هو لاعب جراديشار، بس هو امبارح اداك اكشن ان هو لغايه دلوقتي هو بيجرب. طب ما نشوف جراديشار هيعمل ايه. ماشي، توقعك للماتش ايه؟ توقع الماتش الاهلي وبيراميدز هو ماتش صعب جدا طبعا، بس انا متوقع ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-1. اوكي. انا عن نفسي يا تتعادلوا يا تكسبوا انتوا. يعني بجد يا تتعادلوا يا الاهلي يكسب. بس بمستوى الاهلي ده مع مستوى بيراميدز انا شايفه ان هو هيبقى ماتش، انا حاسس ان هو هيبقى ماتش سخيف. ما اعرفش ليه. هو ده انا حاسه يعني عندي احساس كده هيبقى ماتش هيبقى فيه عنف كتير. لعيبه بيراميدز عنيفه جدا ولعيبه الاهلي متوتره، فهتلاقي فيه عنف كتير، فمحتاج ان الحكم يكون معرفش هيسيطر على الماتش ازاي. وطبعا مدرب الاهلي مدرب بيراميدز هيعمل زيطه كبيره على الخط بره والتاني البارد اللي عندكم ده معرفش هيتعامل ازاي. بس انا حاسس ان الماتش ده يا هيخلص 1-0 للاهلي جون كده هيجي في الاخر، يا هيخلص تعادل. ده احساسي. فاهمك. بصراحه من اداء الفرقتين. وهيفضل اداء الاهلي متذبذب. من وجهه نظري هيفضل اداء الاهلي للحال ده لغايه لما يرجع امام عاشور. هو شئنا ما بين، هو يعتبر 50% من وجود امام عاشور اصلا. لما يرجع امام عاشور هيعمل لك ازمه من كلاعيبه تلعب يعني. والله انا شايف مش ازمه، انا شايف ان الموضوع هو يبقى يعني، بس دي هتبقى عايزه في واحد في حاجه فيكم واحد طبيب فاهم. يا تريزيجيه يا بن شرقي فيهم واحد، او ممكن يروح يلعب ببن شرقي مهاجم، ودي تبقى انسب حاجه. يبقى محمد شريف هيطب. محمد شريف هيبقى احتياطي، وشريف ما عندوش مشكله ان هو يقعد احتياطي. المدرب ده بس المدرب مع بالظبط هو هيروح لان بن شرقي هو اللي يبقى على الاحتياطي. مع ان انا شايف ان وده اللي انا عمال يعني بتكلم فيه، ان تريزيجيه هو اللي محتاج ان هو يقعد بديل. مش هينفع ان انت يبقى عندك لعيب فاكر ان هو راجع يحل يعني يعدل الميله. انت كده الدنيا تمام والاهلي انت ما جيتش يعني، انت مش مثلا الاهلي ما بقالوش 15 سنه ما بيفقدش افريقيا فانت جاي تجيب افريقيا. لا مش منطقي. بس وان شاء الله ربنا ييسر الحال. تمام كده احنا خلصنا اول حلقه من برنامج معمل تحليل. تمام، وان شاء الله يطلع الماتش كويس ونشوف توقعاتنا هتبقى عامله ازاي. مستنيين كومنتاتكم تكتبوا فيها توقعاتكم للماتش. تمام، وقولوا لنا رايكم في الحلقه.
تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. وشير. سلام عليكم. باي باي.